السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، هنعمل مع بعض مهلبية الكاستر. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة. مكونات موجودة عندك في البيت. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبكم عشان يوصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. ده كيلو حليب غليته وسبته ليلة كاملة كده في التلاجة، عمل لي القشطة الجميلة دي. هنعمل مع بعض مهلبية الكاستر بالحليب كامل الدسم وبالقشطة بتاعته منه فيه. هفضيه بقى كده في الكزرونة. شايفين بقى القشطة؟ ما شاء الله اللهم بارك. هفضيه بقى كده في الكزرونة وهنزل برضو القشطة بتاعته كده. بقى معايا كيلو حليب. هضيف 4 معالق سكر بالمعلقة الكبيرة دي. عايزة تضيفي 5 6 برضو براحتك، التحلية دي حسب مزاجك. بس أنا ضفت 4 كده، السكر بتاعه مظبوط. بعد بقى ما ضفت ال4 معالق سكر، هضيف 4 معالق كاستر بيتباع عند مستلزمات الحلويات بنفس المعلقة اللي أنا عيرت بيها السكر. جربوا بقى طريقة مهلبية الكاستر دي، جميلة جدا، وبالذات بقى في الصيف بيبقى طعمها أحلى وأحلى. بعد ما ضفت الكاستر هضيف معلقه واحده بس دقيق بنفس المعلقه اللي انا عيرت بيها المكونات، وهضيف كمان باكو فانيليا، وهقلب المكونات دي كده على البارد قبل ما ارفع الكزرونه كده على النار. اهم حاجه المكونات كلها تندمج مع بعض قبل ما ارفع الكزرونه على النار. استمر كده في التقليب كده. بقى معايا جاهزه. هرفع بقى الكزرونه كده على النار واستمر في التقليب، ما بشيلش ايدي خالص من التقليب عشان ما تكلكعش في ارضيه الكزرونه. شايفين بقى القشطه جميله ازاي بالكاستر والحليب الكامل الدسم؟ بيدي طعم جميل جدا في المهلبيه. بعد ما بقلب كده وتخش في الغليان، بضيف مكعبين شوكولاته بيضه على مهلبيه الكاستر، وبقلب بقى كده لحد ما تسيح الشوكولاته مع المهلبيه كلها بنفس الطريقه. سهله جدا المهلبيه الكاستر، اعمليها لولادك اوفر وانضف كتير ان انت تشتريها من المحلات جاهزه. وبستمر كده في التقليب لحد ما تبقبق معايا وتغلي المهلبيه بالشكل ده. ريحتها وطعمها بقى فعلا جميله وتستحق التجربه. اعمليها بطريقتي دي هتعجبك جدا. بعد ما غلى بقى معايا المهلبيه، بضيف معلقه كبيره كده زبده، وبقلب بقى كده لحد ما الزبده تسيح مع المكونات كلها. بدات تغلي معايا مهلبيه الكاستر وتندمج مع الزبده بالشكل ده. اهم حاجه بقى تغلي وتبقبق معايا كده، والقوام بتاعها كده مظبوط. عايزاكم تعملوها بطريقتي دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تمشوا على الخطوات بالظبط، تطلع معاكي ناجحه 100% بالشكل ده. وبستمر كده في التقليب لحد ما تغلي معايا وتبقبق مهلبيه الكاستر. شايفين بقى بدأت تغلي معايا كده. بقى معايا جاهزه ما شاء الله اللهم بارك. هجيب اطباق كاسات المتاحه عندك واوزع بقى مهلبيه الكاستر كده في الاطباق. شايفين بقى قوام مهلبيه الكاستر مظبوط ازاي، وريحه وطعم احلى واحلى. حقيقي جميله وتستحق التجربه. اعمليها بطريقتي دي هتعجبك جدا. اوزع بقى الاطباق كده. هم عملوا لي بصراحه 5 اطباق. المقدار ده كويس جدا على 5 اطباق من الاطباق الموجوده دي. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هي تعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. هزينها بقى كده، عندي حبه كاجو اوزعها كده فوق الاطباق الجميله دي. لو عايزه تاكليها كده من غير مكسرات برضو براحتك، بس جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سومه واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. ولو حابه تزينيها بالسوداني او باللوز المتاح عندك، عندي حبه كاجو صغيرين وزعتهم كده في الاطباق الجميله دي. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. عايزاكي بقى تعملي مهلبيه تتكسر كده في المناسبات، في الاعياد، في الصيف. دخليها بقى التلاجة كده وتاكليها كده ساقعه جميله، واعمليها لاولادك اوفر وانضف كتير من المحلات. كده بقى معايا جاهزه بعد ما طلعتها بقى التلاجة. يلا بقى ندول مهلبيه الكاستر الجميله. اتفضلوا بقى معايا حبايبي، فعلا جميله وتستحق التجربه. اعمليها بطريقتي دي هتعجبك جدا. وبكده وتكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الأفضل في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.